ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هقول لكم فكره هنعملها باللمبه المحروقه هتخليكم ما ترموش اي لمبه محروقه تاني. اول حاجه شلت الجزء اللي فوق ده بالمقص كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده فضيت اي اجزاء تانية، ونبقى حذرين في الخطوه دي عشان ما يقعش منها حاجه تعورنا لا قدر الله. بعد كده خدت كرتونه قصيتها كده على شكل دايره، وهعمل منها نفس الحجم واحدة كمان. الفكرة جميلة جدا وتنفع جدا، فكرة مشروع مربح. شوفوا الفيديو للنهاية وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو مش مشتركين في القناة ياريت نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. لزقت الكرتونتين كده على بعض بالشكل ده بمسدس الشمع، وممكن نستبدل مسدس الشمع بالغيرة. وبعد كده هبدأ الخيط اللي انا جبته ده خيط خيش 4 ملي. هبدأ احط كده في النص بتاع الكرتونة شمع، واثبت الخيط بشكل دائري كده زي ما انتوا شايفين. هعمل كذا لفة بس كده بخيط الخيش، وبعد كده هبدأ ادخل فيه لون تاني كده. تمام، انا خدت حوالي 4 أو 5 لفات خيط خيش، وبعد كده هستخدم معاه خيط الكردون ده، خيط كردون 4 ملي حشو برضو عشان يبقى نفس سمك الخيط الخيش وما يبقاش فيه فرق في الخيط. هبدأ اغلف بيه بقية الكرتونة. الفكرة سهلة خالص وبسيطة وهنقدر نعملها بمنتهى السهولة. زي ما احنا شايفين كل شوية بحط شمع لحد ما غلفت كده الكرتونة اللي باقي منها بالخيط الكردون. هشيل بقى اي زيادات في الكرتونة، هسويها كده، والطرف التاني الناحية التانية بتاعت الكرتونة هغلفها بقماش الخيش، وهثبت قماش الخيش عليها برضو بمسدس الشمع زي ما احنا شايفين. وبعد كده هقص اي زيادات. تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون عبارة عن ايه. بعد كده هجيب الشريط ده. الشريط ده بيتباع بالمتر، هو شريط خيش وعليه نقشة كده. حسيت انها هتكون مناسبة جدا للألوان اللي انا مستخدماها، وعشان اداري طبعا الجزء بتاع الكرتون اللي باين في الجناب دي، فانا غلفت بيه كده بالشكل ده. تابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا اللمبة في الاخر هيتعمل بيها ايه. فكرة هتلاقوها تحفة، وهتلاقوها قطعة ديكور فعلا جميلة جدا وترندي جدا، ومش هتلاقيها بسهولة في اي مكان، وانتي بنفسك اللي هتعمليها، ومن حاجات كلها كانت موجودة في البيت. وكنا ممكن طبعا جدا نرمي اللمبة المحروقة دي والكرتونة واحنا عملنا بيها تحفة. اللمبة بقى جه دور اللمبة، تعالوا نشوف هنعمل بيها ايه. هنغلف اللمبة بنفس الطريقة اللي غلفنا بيها الكرتونة. الجزء الاولاني في اللمبة كده هنغلفه بخيط الخيش، وكل شوية طبعا هحط شمع، وما نخافش خالص اللمبة بتستحمل، البلاستيك بتاعها طبعا بيستحمل الشمع. ولو عندنا شمع اللي هو مسدس الشمع اللي هو درجات، طبعا بنخفف الدرجة. ولو مش عندنا الدرجات زي اللي عندي ده، بنيجي ممكن لو اللمبة ضعيفة نفصل الفيشة بتاعة المسدس قبل ما نحطه على اللمبة. بس اللمبة اللي عندي دي انا حسيت ان البلاستيك بتاعها تمام، وفعلا ما فصلتش المسدس وتمام جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده غلفت الجزء اللي تحت كده في اللمبة بالخيط الخيش، وبعد كده هكمل الباقي بخيط الكردون زي ما عملت في القاعدة الكرتون بالظبط. هثبت بقى خيط الكردون على الجزء اللي باقي من اللمبة. يا ترى بقى هتتثبت الكرتونة على اللمبة على الكرتونة ازاي، وهستخدم الشكل ده. تفتكروا بقى اللمبة دي هتكون ايه؟
هثبت كده الخيط زي ما انتوا شايفين لحد اما اغلف اللمبة بالكامل، وهشيل الجزء خلاص الخيط اللي انا مش محتاجاه. وزي ما غلفت الجنب بتاع الكرتونة بشريط الخيش، هعمل برضو هنا في اللمبة شريط الخيش في اللمبة من فوق. هنشوف دلوقتي هثبت خيط شريط الخيش ازاي. هثبت اللمبة هنا الاول، المفروض كنت عملت شريط الخيش ثبته الاول في اللمبة، بس انا نسيت بصراحة. فخلينا بعد ما ثبتنا اللمبة خلاص هنثبت خيط شريط الخيش عليها بالشكل ده. وطبعا مفيش مشكلة خالص، بس طبعا انا لو كنت عملت شريط الخيش قبل ما اثبت اللمبة هتكون بالنسبة لي اسهل كتير. وبعد كده هشيل الجزء اللي انا مش محتاجاه خلاص. بصوا بقى دلوقتي بقى شكلها، طبعا هي شكلها حلو بصراحة، عجبني جدا من غير اي حاجة. انا استخدمتها كفازة زرع كده، وطبعا شكلها يعني جديد جدا ومش هتشوفوها في اي مكان. وعملناها في الاول وفي الاخر من لمبة محروقة وقطعة كرتون. ايه رأيكم؟ وطبعا الفكرة تنفع جدا، فكرة مشروع مربح. مستنية رأيكم في الكومنتات، ولو مش مشتركين في القناة ياريت نشتركوا ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.